أخبار كتيرة طلعت في بعض المواقع الرياضية وأبرزها موقع يلا كورة، بتتكلم عن مطالبة حصلت ما بين المدرب خوسيه ريبيرو والكابتن محمود الخطيب، وتحديدا بعد مباراة الأهلي وسوسيداد بالميراس. ريبيرو بيطلب من الخطيب ان الاهلي يتعاقد مع ظهير ايمن وقلب دفاع وظهير ايسر. خطوة مهمة جدا من النادي الاهلي، وخطوة الاهلي يقدر يصحح بها اخطائه اللي كانت كارثية في الدفاع في كأس العالم للأندية. ولكن للأسف الخطوة دي تيجي متأخرة جدا، والخطوة دي كان لازما إدارة الأهلي تعملها قبل بطولة كأس العالم للأندية. للأسف إدارة الأهلي ارتكبت خطأ شنيع جدا، وللأسف الخطأ ده ما تمش تداركه أو ما فيش سعي إن هو يتم تداركه إلا بعد ما الكارثة ما حصلت في كأس العالم للأندية. عامة البطولات كتيرة جاية للنادي الأهلي، وكأس العالم للأندية نتمنى إن هو يكون درس إدارة الأهلي تكون اتعلمت منه إزاي تقدر تعمل صفقات صح للنادي الأهلي.